بما اننا داخلين على سنه جديده، يا رب تكون سنه سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. في شويه نصائح هنتكلم فيها. لو انت اب محترم او لو انت ام محترمه، يا ريت تكملي الفيديو من البدايه للنهايه، عشان في شويه حاجات كده هقول لك عليها تخلي بالك منها. الموضوع مش مرتبط باللبس، ولا الموضوع مرتبط باي حاجه من اللي هي العادات التقاليد اللي هي معروفه، اللي هي لابسه كده تبقى، لا، الكلام مختلف خالص، باثبات بدلائل بحاجات تانية. فيا ريت تسمع الفيديو من البدايه للنهايه وتشيره عشان غيرك يستفيد. حضرتك راجع من الشغل زهقان قرفان فيك اللي مكفيه، فطبيعي انك بتخش تنام شويه وتبدا ترمي المسؤوليه كلها على المدام. طبعا المدام القلب بتاعها حنين شويه، لكن في تفاصيل وفي حاجات لحد ما بتبقى مرهبه شويه. في حاجات وفي تجاوزات، زي مثلا اسمع. بما اني وعدتك بفيديو حلو، فانا مبرة عشان هعمل لك فيديو. انت شايف انا لابسة عباية سمرا؟ هترد تقول لي دلوقتي لا يا عم انا بنت محترمه ما بتعملش حاجه زي كده. اقول لك انت راجل 100 100، انت ست 100 100. تعرفوا منين؟ ايه التفاصيل اللي خلاكوا تتكلموا في حاجه زي كده؟ الموضوع بقول لك مش مختلف عن اللبس. موضوع لبس ضيق او عريان لا، في بنات محترمه في اللبس وقليله الادب وبتعمل اوسخ من كده، وفي بنات بتلبس عريان وفي غيره من جوه. لا، انا بحب البس اللي انا عايزاه، ماليش دعوه بالناس. قشطه. فدي مش واحده لا، ده في كتير. تسمع تاني؟ طب تعالى نسمع الفيديوهين الجايين دول كده. زايد، انا عايزاك تفتحني و... وتنام معايا، وهبقى مبسوطة جدا لو انت عملت ده. كل مرة ببدأ لك من اللي فوق، هبدأ من اللي تحت من المرة دي. عايزة ابوسة. مش هتيجي تنكني يا اسطى؟ هو ما علينا. الثقة الزيادة وحشة. انك تثق في بنتك او انت تثق في بنتك من غير ما تراجعوا، من غير ما تبصوا تشوفوا في ايه، ده في حد ذاته هو الغلط. شايفها قدامك محترمة، بتراقب مواعيد الدروس، بتروح امتى، بتيجي امتى، عليها مدرسة امتى، عليها درس امتى، والكلام ده كله ده طبيعي، اي حد بيعمل اي حاجة زي كده. بس من ساعة ظهور التليفونات بمعنى اصح، وبقى في نت في كل بيت وفي كل مكان، وانت ماشي في الشارع وانت في اي حتة، من هنا بدأت الحوارات دي تكتر، بدأت المشاكل دي تكتر. حضرتك مركز على اللبس، مركز على مواعيد الدروس، مركز على مواعيد المدرسة، تدفع فلوس وخلاص. طب حضرتك تابعت الموبايل بتاعها؟ شفت الموبايل بتاعها عليه ايه؟ جربت تقلب في الأسماء اللي موجودة، تشوف وضع الأسماء حاجة زي كده؟ شوف سجل المكالمات بتاعها، شوفها بتكلم مين، شوفها بتعمل ايه. ما هو غالبا بتشغل دماغها وبتسجل اسم الولد باسم صاحبتها، مفيش مشكله، تعمل حاجه من الاتنين. جرب افتح الواتساب بتاعها، شوف الشتات اللي ما بينها ما بين مين، شوف عدد الاسماء وغيره. شكيت في رقم، خد الرقم واتصل من على تليفونك انت، بلاش دي. موضوع الشات ممكن تمسح الشات، كلام جميل. خش حضرتك على السجل من فوق، هات قائمه الاسماء اللي عندها بالارقام على الواتساب. ممكن تكون واحده حاطه الصوره بتاعتها وواحد حاطط صورته. طب مين اللي انت مسجله باسم اللي انت حاطط صورته؟ تقول لك ممكن اخويا، اخوها، خطيبها، مش عارف ايه. خلي دماغك شغاله، ما تثقش. الثقه الزياده وحشه. لازم أن يكون عندك اتجاه معين، انك تفاصيل كده تهتم بيها. دخلت على الواتس لقيت حد اسم بنت بصوره ولد، خد الرقم عندك، بعد يومين ثلاثه جرب اتصل شوف مين هيرد عليك. هات بنتك تعالي اقعدي، رقم مين ده، رن عليه، اسمع الصوت وهي موجوده، افهم في ايه. مفيش اي مشكله من حاجه زي، مش عيب. الفيس مليان، الفيس مليان، الانستجرام مليان، التليجرام مليان، دي كلها تطبيقات موجوده عليها بلاوي. ليه؟ التليجرام بتثق فيه انها بتكلم واحد جابته من على النت ولا شقطته، هتديله اللينك هيخش من عليه من غير رقم التليفون، مش هيعرف يوصل لها، بتقلع له زي ما حضرتك شايف كده. طب حضرتك انت لما تعملي حاجه زي كده ما فكرتيش في سمعتك؟ ما فكرتيش في سمعه ابوكي؟ ما فكرتيش في سمعه امك؟ لو ليك اخت بنت ما بتفكروش في حاجه زي كده. معظم الانستجرام بامانه مليان وساخه، ويمكن انا عملت فيديو عن حاجه زي كده. هي بتخش بتعمل اكونت فيك، وبتخش واحد تقلق وتعمل اللي هي عايزاه، ليه؟ عشان شهوتها. وبيحصل، وحصلت معايا، دخلت اجرب الموضوع ده، عملت فيديو عن الحته دي بالاخص يعني. الانستجرام
البلاوي اللي موجوده عليه، تعمل اكونت فيك والدنيا حلوه. طب انت كبنت، انت كبنت ايه الثقه الزياده انك تثقي في واحد لما هتبعتي له نودز ليكي؟ يعني ايه نودز لما تبقى عريانه والدنيا حلوه وبتاع علشان كده يعني؟ طيب انت لما تبعتي له حاجه زي كده بتبعتها له اللي هو المؤقت ده، يعني ان هو بيشوفها مره واحده. طب ما هو ممكن ياخد سكرين، لا لو خد سكرين بيبان عندي، كلام جميل. ممكن يكون معاه تليفون تاني زي ما انا بعمل، هيسجل لك، هيعمل وضع تسجيل الشاشه وهيسجل لك. ايه الثقه الزياده انك تعملي حاجه زي كده؟ الفيديوهات اهي، هو معاه الفيديو سجله يوم 2 3، واحد صاحبه بعت له ده التليفون راح يتصلح، بتلاقي الفيديو بدأ يتشهر. الفيديو بيوصل يعني مواقع البورنو، مواقع الافلام الاباحيه، بيبدأ الفيديو بتاعك يتحط عليها. لسه بنسمع ولسه بنشوف الاخبار عن واحد معاه صور لبنته بيهددها بيها. ليه توصلي نفسك للمرحله دي؟ ليه توصلي نفسك للسمعه دي؟ بتثقي فيه؟ مش للدرجه دي يعني، ده ابوكي لو دخل عليكي وانت كده بالغلط بتخربي الدنيا. امال انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حبيبك ده حبيبك منين؟ ولا خطيبك تثقي فيه ازاي انك تبعتي له جسمك؟ بتروح على الانستجرام تعمليها البتاع اسمه ايه، الوضع المود ده، بحيث انه هيعمل تسجيل شاشه، هيسجل من تليفون تاني. انت بتبعتي بثقه، بعت الفيديو خلاص، ده عاملاه مؤقت في جنب، هيفتح الفيديو خلاص شكرا. لو خد سكرين هيبان لك، ما ممكن يعمل تسجيل الشاشه، لو عمل تسجيل الشاشه مش هيبان عندك. لو جاب تليفون تاني زي ما انا ما بعمل، بصور بواحد وبعرض بالفيديو التاني على الموبايل، ممكن يعمل حاجه زي كده، هيمسك التليفون كده ويصورك. خلاص شكرا بقى بالموضوع، خلاص بقى في خطوره. انت خفتي لا يبعت الفيديو لابوك، يبعت الفيديو يوم امك، يشير الفيديو، تعالي لي البيت، رحتي له. هنا المشكله اوسخ واكبر، وفي منها ضحايا. هتقولي فين الضحايا؟ هقول لك تعالى اوريك برضه. حضرتك شايف كده، ده بص على جروب بنت واحده بتقول انا كنت بحب واحد وحصل علاقه كامله استمرت سنه والحمد لله وسبته، في واحد متقدم له وهنتجوز بعد سنتين. هل خلال سنتين المنطقة ممكن تقفل اللي هي ترجع تاني يعني ولا لأ؟ ولا لازم العملية؟ وخصوصا ان تمن العمليات غالية قوي وكده، واحنا ناس بسيطة وعلى قد حالنا وبلاش تجريح. انا والله حاولت انتحر اكتر من مرة او اتنين وربنا اراد ان افوق لنفسي واتوب اليه. انا ما اعرفش حد بيعمل عملية في القاهرة للاسف، ما اعرفش اي حد، ولما بحثت على جوجل لقيت ارقام اتصلت بيها طلعت رجالة بترد، فبخاف وبقفل. وطبعا دي نصايح البنات طبعا اللي قالت لها على الجروب بتعمل ايه. يا ريت نخلي بالنا من بناتنا كويس. عرفنا ان الموضوع مش متوقف على موضوع لبس، مش متوقف على المواضيع دي كلها، الموضوع فيه شويه رقابه لازم نهتم بيها. لازم تخلي بالك من الحاجات دي كلها زي ما قلت لك، سواء كانت فيس واتس غيره. جروب البنات ده في بنات بتساعد الموضوع ده، تاخد سكرينات وتبعتها للشباب عشان يعملوا فيديوهات عليها، زي ما انتم ما بتشوفوا على الفيسبوك في فيديوهات يقول لك مراتك المستقبليه هنا يا صاحبي. فالموضوع فيه افوار كتيره جدا، فيا ريت نخلي بالنا من بناتنا. يا ريت يكون في رقابه شويه على الحاجه دي. التليفونات دي بصراحه خربت الدنيا، زي ما انتم حضراتكم شفتوا كل حاجه بالاثبات، من فيديوهات لجروبات على الفيسبوك. فاتمنى لو انت اول مره تسمعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في كومنت تحت، وفي اول كومنت مثبت تحت اللينك بتاع التليجرام لو انت عايزني في اي حاجه انا تحت امرك.